السلام عليكم، معكم مستر يحيى عبد العاطي محمد المصري من قناتكم يحيى اكاديمي. هنفك عقد الانجليزي النهارده يا حبايبي. هنتكلم عن اهم 5 موضوعات متوقعه ان شاء الله في امتحان الصف الثاني الاعدادي. اول موضوعات دي يا حبايبي ماي ديلي روتين، اللي هو روتينك اليومي اللي انت بتعمله كل يوم هو. وبالتالي هنتكلم مع بعض في زمن المضارع البسيط، لان هو اللي بيستخدم في وصف العادات والحقائق. Hi, my name is وتكتب اسمك. I get up early in the morning. بصحى بدري كل يوم الصبح. After washing my face بعد ما اغسل وشي I have breakfast with my family. بفطر مع عيلتي. Then I brush my teeth. بعد كده بغسل أسناني بالفرشة and get dressed for the school وبلبس عشان أروح المدرسة. Then I go to school on foot. بروح المدرسة ماشي. ليه؟ Because our school is near. تنفع مدرستنا قريبة، أو تكتب زي ما هو كاتب كده because our house is next to the school building. عشان بيتنا جنب المدرسة. After the school بعد المدرسة I play computer games and football. بلعب ألعاب الفيديو وألعب كورة. In the evening بالليل I have dinner. بتناول العشاء read books أقرأ الكتب and do homework وبعمل الواجب. after all بعد كل ده I go to bed بذهب للنوم. الموضوع التاني معانا يا حبايبي the effects of climate change on the environment. تأثير تغير المناخ على البيئة. Climate change has bad effects on our planet. تغير المناخ له تأثيرات سلبية جدا على الكوكب بتاعنا. The rise of temperature can cause serious problems. ارتفاع درجة الحرارة ممكن يسبب مشاكل كارثية. Climate change in Australia for example makes the weather hotter and drier. بيقول لك على سبيل المثال تغير المناخ في استراليا جعل الطقس أكثر حرارة وأكثر جفافا. More droughts mean worse fires than ever before. كمان الجفاف الأكثر يؤدي إلى أو معناه worse fires than ever before هيؤدي إلى حرائق أكثر. Also, climate change can affect badly on ice on top of mountains. كمان تغير المناخ هيؤثر بشكل سيء جدا على الثليج أو الثلج اللي هو في قمة الجبال. When much ice melts, it causes floods. لما الثليج ده هيذوب هيسبب فيضانات. We should help the environment and stop this rise of temperature. يجب ان احنا نحافظ على البيئة او نساعد البيئة ونوقف ارتفاع درجة الحرارة ده. Some places on earth are in a great danger because of the climate change. بيقول لك ان بعض الاماكن على كوكب الارض في خطر شديد جدا بسبب تغير المناخ. الموضوع الثالث معانا يا حبايبي يقول لك your hero، اللي هو البطل بتاعك، او يحدد لك شخصية زي دكتور مجدي يعقوب. كده او كده هكتب نفس الموضوع اللي قدامي ده، او براحتك ممكن تكتب عن your father، ممكن تكتب عن your mother، ممكن تكتب عن محمد صلاح. اكتب عن اي شخصية انت حابب تكتب عنها وفي نفس الوقت عارف تكتب عنها. We are very proud of دكتور مجدي يعقوب. طبعا احنا كلنا فخورين بدكتور مجدي يعقوب، ربنا يبارك فيه. He was born in 1935 in بلبيس but his family used to travel to many places because his father was an important doctor. بيقول لك ان هو ولد سنة 1935 في بلبيس، والعيلة بتاعته كانت معتادة ان هي تسافر من مكان لمكان. ليه؟ عشان بابا كان دكتور مهم. مجدي بيكيما دكتور تو. كمان دكتور مجدي يعقوب أصبح دكتور أيضا مثل باباه. He traveled abroad and achieved a great success as a heart surgeon. بيقول لك إن هو سافر بالخارج وحقق نجاح هائل جدا كجراح في القلب. He helped many people to get better. وساعد ناس كتير ان هم يتحسنوا. He is a very famous for his charity work. وهو مشهور جدا جدا بالعمل الخيري التطوعي. In 2009 مجدي يعقوب started his charity for ill children in أسوان. بيقول لك سنة 2009 دكتور مجدي يعقوب بدأ الجمعية الخيرية بتاعته الخاصة بالأطفال المرضى في أسوان. All people like him in Egypt. كل الناس في مصر بتحبه. He is my hero. هو بطلي المفضل. الموضوع الرابع يا حبايبي يقول لك a visit to ويجيب لك مكان. a visit to ويجيب لك مكان. a visit to الأزهر بارك، a visit to the museum، a visit to a historical place. أي حاجة من دول هكتب زمنك ماضي بسيط. خد بالك زيارة إلى كذا
اكتب ماضي بسيط، ماضي بسيط للمرة المليون. الا لو هتكتب حاجة حقيقية تكتب مضارع عادي، مضارع بسيط. يعني مثلا انت قلت زيارة الى المتحف، فانا عايز اقول المتحف المصري ده في القاهرة مثلا، فبالتالي هقول الجملة دي في المضارع عشان ده حقيقة. اما لما اقول انا زرت المتحف المصري، انا شفت، انا عملت، ده كله هيكون ايه؟ ماضي بسيط. يا ريت تركز. My visit to the Egyptian Museum last mid-year holiday was very good and useful. زيارتي للمتحف المصري في أجازة نص السنة اللي فاتت كانت مهمة ومفيدة. The Egyptian Museum is in Cairo. المتحف المصري أهو is in Cairo في القاهرة. It's full of valuable statues and good objects. مليء طبعا بالتماثيل القيمة والأشياء الذهبية اللي هي مصنوعة من الذهب. Tourists like visiting it so much. طبعا السياح بتحب تزور المتحف ده جدا. I enjoyed a lot there. استمتعت كتير هناك. There are more than one floor. في أكتر من دور أو أكتر من طابق. The guide told us not to touch this object to keep it safe for our country. كمان المرشد اللي كان سياحي معانا بيقول لك ان هو اخبارنا ما ينفعش نلمس اي حاجه من الاشياء دي عشان نخليها امنه عشان الدوله بتاعتنا وعشان السياح لما تيجي المره اللي بعدها واللي بعدها تكون موجوده زي ما هي. I took many photos. خدت طبعا بعض الصور with some tourists from all over the world. مع بعض السياح اللي كانوا موجودين هناك من جميع انحاء العالم. I was very kind to tourists and tried to help them to get around the museum. وانا كنت كويس خالص مع السياح وبعملهم كويس، وكنت كمان بحاول اساعدهم ان هم يعرفوا كل حاجة او يتجولوا في المتحف. اخر موضوع معانا يا حبايبي يقول لك an amazing day out. يوم جميل بالخارج. ممكن يجي لك باراجراف او يجي لك ايميل. حبينا نجيبه ايميل عشان العام والازهر يكونوا عارفين معانا هتعمل الايميل ازاي. طبعا بتكتب from to subject. from يعني من، بتكتب ايميلك انت. to الى ايميل زميلك او صاحبك اللي هتبعت له. subject الموضوع بتكتب قدامه الموضوع. طبعا هنا from اهو حسين@gmail.com to عمر@gmail.com وسبجكت الموضوع an amazing day out. وطبعا التلات معلومات دي بيكون جايبها لك في الايميل. بعدها نكتب دير والشخص اللي انت هتبعت اللي هو عمر. دير عمر، عزيزي عمر، وكوما. طبعا ينفع اكتب هاي او هلو عادي خالص مكان دير، واسيب تحت دير مسافه. هنا مش سايب مسافه، لا اسيب تحت دير مسافه واكتب I visited Alexandria with my cousins last year. طبعا هنا دخل في الموضوع على طول ان هو زار اسكندريه مع ابناء عمومته السنه الماضيه. طبعا ينفع اكتب مقدمه بسيطه اقول له How are you and your family. كيف حالك انت وعيلتك. I'm happy to write to you. انا مبسوط ان انا بكتب لك، وادخل في الموضوع. بيقول I visited Alexandria with my cousins last year. زرت اسكندريه مع ابناء عمومتي السنة الماضية. Alexandria is a fantastic city. طبعا اسكندرية مدينة رائعة أكيد. تحياتنا لكل حبايب اسكندرية. It has some old buildings. I enjoyed visiting قايتباي سيرتل. طبعا استمتعت بزيارة قلعة قايتباي. The view of the sea was fantastic. منظر البحر تحفة. I tried fishing in the early mornings. طبعا بيقول لك ان هو جرب كده يصطاد في الصباح الباكر. There are a lot of activities that can be done there. في حاجات كتيرة أو أنشطة كتيرة تقدر تعملها هناك. Alexandria Library is very exciting. مكتبة اسكندرية شيقة ومثيرة جدا. My cousins prefer swimming in the sea in the early mornings. طبعا ولاد عمي كانوا بيفضلوا ان هم يسبحوا في البحر في الصباح الباكر. The weather is very nice. الطقس كان رائع جدا. Also there are very good and famous restaurants. كمان في هناك مطاعم مشهورة وكويسة جدا. It was a great fun. كان يوم رائع جدا ومرح جدا. وفي الاخر yours عزيزك واكتب اسمك انت حسين. وبكده يا حبايبي نكون وصلنا الحمد لله لنهايه فيديو النهارده. يا ريت نكون استمتعنا واستفدنا. اي سؤال اكتب لي في التعليقات وانا تحت امركم في اي وقت. يا ريت كمان تتابع القناه وتفعل الجرس لان في الفتره اللي جايه ان شاء الله هيكون عندنا اكثر من فيديو اكثر من لايف هنراجع فيه ونظبط فيه كل الحبشتكنات بتاعه اللغه الانجليزيه في جميع المراحل التعليميه في جمهوريه مصر العربيه. في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.